دنگی بیجی برخوردانا قصده بیجی برخوردانا قصده بیجی برخوردانا رجابا بیجی برخوردانا رجابا قاتل مردوغا يا قوة صنعتها الرجال شوف الرجال تهز الجبال قادها البطل عبد الله وجلال بالروح وبالدم نفديه بكل مكان يا قوة صنعتها الرجال شوف الرجال تهز الجبال قادها البطل عبد شرك ودقومه ام خمگین دبن لسر شهیدین کود کبن دبه برخدانه ده لی رحي برخدانا بككي رحي برخدانا زندانان رحي برخدانا هر شهيدكي دلوبي قيني وخارجان دي سر بعرده عرضا مي بيروز كردستاني دهليكو هستا برخداني هين بهتر بلنتربه گشتربه بفير حي اميرو هاتنا بر أنا دو هستي خجيان بكم أنا لسر بي شريك ودقوم بعفن وأمي اسم بخازنكو قوبندا برقدانا بكاكي جلداوي جلدار خينن داكو أم بيجم رحا مائي برقدانية طيبتكو إيرو سالبقرة دا مزرندنا بارتيا مية بارتيا شهيداية سال درباس دبن هبانو وهين أفشر دوام دكا ديروكا كردستاني كون لي ميزا بكن نخاسم هوالنو أفشر جزودة أم لبنديغن بواتا نتشتكي آورتبو أبا چند سالم تركيا دخازي الشقي كاس جا أمريكاية جا روسياية بقرة داكو إيريشي روجاوا بكي الشقي كاس كجبو إيريشكي وهاد جوار ندابون لي ناي وطيق وشر سكني بو أم حمود زانن روجانا برافرن بمروف لسر عزماني روجاوات قريان هما بيجا روجانا لدبركي جدبرن كردستاني شهادت جيدبو بومباردمانا بلافرن بي مروف دهاتا كرن قال لك هبالن هيجا ما شهيد دا دبا سالن داوية ده بواتا شردسا لداربو لي شركي كو كسكي دسا ندقود كو شره ياخد يه مالي دزاني بو بيچ قاسي آگرد مالی ویده پیکتیه لی جنوزده به مهی و شونده لسر بنگه تقینا کل استانبولی چه بو یان جی ام بیجین سیناریوی کل استانبولی چه بو افشر ایرو لکردستان دقومه هدف العديد من منشآت البنية التحتية كمشفى كوباني ومحطة كهرباء في ديريك وصوامع الحبوب قرب الدرباسية والمنشآت النفطية وغيرها، وسقط العشرات من الشهداء والجرحى نتيجة هذه الهجمات غير المبررة وغير المشروعة. تركيا تقوم بهذه الأعمال العدوانية بذريعة تورط قوات سوريا الديمقراطية في تفجير اسطنبول الذي راح ضحيته 6 أشخاص، علما أن الإدارة الذاتية وقست وبعد فترة وجيزة من التفجير أصدرت بيانات إدانة لهذا الهجوم ونفي أي علاقة لهما بهذا العمل الإرهابي. لكن الحكومة التركية وبدون محاولة إجراء أي تحقيق مستقل وشفاف سارعت لاتهام قصد بعد يوم واحد من التفجير، واليوم يهدد الرئيس التركي أردوغان بتنفيذ هجوم بري شامل على شمال وشرق سوريا بذريعة حماية الأمن القومي التركي من التهديدات الأمنية الآتية من الحدود الجنوبية، في الوقت الذي كانت فيه قصد تخوض حربا ضارية ضد تنظيم داعش الإرهابي لتحرير شمال وشرق سوريا وتخليص العالم من هذا التنظيم. قامت تركيا بشن عمليات غزو
واحتلال لمناطقنا لتشتيت جهود مكافحة الإرهاب وأضعافها، حيث شنت تركيا 3 عمليات بدءا من عام 2016 حيث احتلت جرابلس والباب، ثم احتلال عفرين 2018 واحتلال سريكانيا وتل أبيض 2019.